بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، انتهى موسم الحج إن شاء الله، وعودة ميمونة للحجاج الجزائريين والمسلمين بصفة عامة. ولكن عندنا ملاحظة: كان بعض الناس سامحهم الله ربما عن جهل، وآخرون عن قصد، راهم يقولوا بلي الأموال تاع الحج والأموال تاع العمرة راها السعودية تعطيهم للأمريكان وتعطيهم لإسرائيل إلى آخره. هادو الناس يا هل ترى راهم يحاربوا في السعودية، ولا يحاربوا في أمريكان، ولا يحاربوا في الإسلام؟ علاه؟ حنا نعرفوا السعودية المداخل تاعها من النفط، يعني البترول. غير البترول وحده تقارب 300 مليون دولار، 300 مليار دولار، يعني تدخل دراهم من البترول 300 مليار دولار، وتدخل دراهم من الحج والعمرة حوالي 10 إلى 12 مليار دولار. يعني لو نديروا مقارنة، شكون اللي بزاف؟ الدراهم تاع البترول ولا الدراهم تاع الحج؟ الدراهم تاع الحج 10 مليار، 10 إلى 12، والدراهم تاع البترول من 300 مليار ويقال حتى 400 مليار، سيتادير اضعاف مضاعفه تاع الدراهم تاع الحج. الدراهم تاع الحج بالنسبه للسعوديه شكون حنا نقولوا بقشيش صرف، ولكن هاد الناس يقول لك باللي الدراهم تاع الحج راها تروح لاسرائيل، الدراهم تاع الحج راها تروح للامريكان. علاه ما يقولوش الدراهم تاع البترول راها تروح للامريكان، ولا الدراهم تاع البترول راها تروح للحج؟ باسكو هادو الهدف تاعهم ماشي محاربه السعوديه، ولا راهم غايدينهم الاموال هادو زعما راهم يروحوا المكان غير مناسب لهم. هادو انما يحاربون شعيرة من شعائر الاسلام. هادو راهم يحاربوا في الاسلام، يحاربوا في الحج ويحاربوا في العمره. لا يا اخي، اللي عندك دراهم خويا روح تحج. الحج فرض، يعني اللي ما يروحش يحج راه اثم، عنده ذنب كبير. ولا ما راحش الحج، ما يسعاش بالحج، ما راهش مسلم. هذا نفتي لك. اللي عندها دراهم ما يروحش يحج وعندها كاع الظروف متوفره، ما راهش مسلم. هذا ما يستعرفش بركن من اركان الاسلام. والعمره مليحه، وهاد الدراهم تاع الحج ودراهم العمره بالنسبه للسعوديه سي ريان ديتو، بقشيش كيما نقول حنا، تصرف. يصرفوهم غير على العمال تاع الحرم، ويصرفوا على التهيئه تاع الحرم. هذا ما كان. قولي الاموال على خاطر الانسان اللي كتكون عنده نيه صادقه يعطيك الا الدراهم تاع البترول، ما يقولش الدراهم تاع الحج. والفهم يفهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ينصر الاسلام والمسلمين، ويوفقنا ربي سبحانه وتعالى باش نروحوا نحجوا ونزيدوا نعتبروه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.